النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد، وهو الجلاش باللحمه المفرومه بس بطريقه جديده، طريقه حلوه قوي هتعجبك، هتخليه هش وحلوه قوي. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده اتعمل ازاي. تحفه، هش وجميل. وتعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده اتعمل ازاي. هنا بنعصج البصله عادي خالص زي اي تعصيجه بنعملها. انا كمان علشان ما احطش سمنه كتير وما يبقاش تقيل بعصجها من غير اي ماده دهنيه، يعني بخرط البصله واشوحها شويه كده وبعدين احط اللحمه علشان ما يبقاش تقيل. هنا بقى كده خلاص هحط اللحمه وهقلب بقى عادي خالص، تعصيجه عادي خالص خالص. هسيبها بقى لما تتعصب وبعد كده احط لها نص كوبايه ميه واسيبها تستوي. يبقى كده عصجنا اللحمه. طبعا ما ننساش نحط لها الملح والفلفل. خلاص كده احط لها بقى نص كوبايه ميه. يبقى كده عصجنا اللحمه بتاعتنا تمام. هغطيها بقى واسيبها لغايه لما تشرب الميه، وتعالي نشوف مع بعض هنكمل ازاي. كده اللحمه المفرومه بتاعتنا استوت وشربت الميه. هحط لها بقى هنا بعد ما استوت هحط لها نص معلقه كده ملح وفلفل، وكده يبقى اللحمه بتاعتنا المعصجه خلصت. تعالي بقى نشوف مع بعض هنكمل ازاي. هنا بقى هنعمل الخلطه اللي هنشرب بيها الجلاش بتاعنا. هنا دي كده كوبايه زبادي بالطريقه دي، هنحط عليها نص كوبايه لبن. طبعا الخلطه دي والمقادير دي زي ما هتعملي، احنا كده هنعمل للفه جلاش واحده. هنحط ملح وفلفل، هنحط شويه بيكنج باودر عشان البيكنج باودر معانا هيخليها تعلى. هنحط معلقتين سمنه كده. خلاص الخلطه بتاعتنا جاهزه. دي الخلطه اللي هنسقي بيها الجلاش. بس الخلطه دي كده قلبنا. بعد ما قلبنا كويس هنحط ايه بقى؟ هنحط بيض، بس لازم نقلب كويس كده قبل ما نحط البيض علشان الزبادي بتاعنا ما يكلكعش مع اللبن. تمام كده بقى هنحط البيض. دي اول بيضه، دي البيضه الثانيه. الجلاش ده بيبقى طعمه حلو جدا، وانا مش هسقي الجلاش ده، مش هسقي الخلطه دي بالجلاش، لا انا كل رقين هسقي الخلطه دي علشان الخلطه وطعم الخلطه الحلو ده يتغلل في كل ورق الجلاش. دلوقتي هوريكي ازاي هنسقي الجلاش بالخلطه الحلوه دي. لازم بقى تقعدي تقلبي كويس قوي علشان ما يكونش فيها تكتلات. كده خلاص احنا هنا حطينا ايه؟ حطينا بيض ولبن وزبادي وبيكنج باودر وسمنه وملح وفلفل. كده خلاص ما بقاش فيها اي تكتلات. تعالي بقى نشوف الخطوه الثانيه هنعملها ازاي. دي بقى الصينيه بتاعتنا. هاخد كده من الخلطه واحط رق خفيف خالص كده علشان الجلاش بتاعنا ما يلزقش، بس مش هزود اكتر من كده. هعمل ايه بقى؟ هحط كل رقين دول كده رقين. حتى لو عندك جلاش مقطع او مكسر ولا يهمك، هيطلع برضو حلو وحطيه مش هيبان. كده انا حطيت رقين. هحط الخلطه بالطريقه دي، ما كترش، يا دوبك اشرب بس الرقين بتوعي. بعد ما حطيت كده هعمل هحط برضو رقين تاني بالطريقه دي كده.
وهرجع برضو اروح حاطه التشريبه بتاعتي الحلوه دي. الجلاش ده بقى بيبقى طعمه حلو جدا وهش ومش معجن خالص. وهتنسي بقى الطريقه الاولانيه العاديه اللي احنا كنا زمان بنعملها بيه، لا الطريقه دي بقى هتعجبك جدا. وهنزل دي كده عليه. هعمل طبعا بالطريقه دي نص لفه الجلاش بتاعتي كده، وانزل بالتشريبه كده. صينيه سريعه وسهله وما بتاخدش وقت خالص، يعني ممكن تعمليها كده في اي لحظه جالك ضيوف تقدري تعملي الصينيه الحلوه دي، تقدري تعملي جنبها سلطه ويبقى وجبه متكامله حلوه جدا، سواء لو عندك ضيوف او لولادك. كده قربت اخلص النص اللفه بتاعتي. طبعا هنحشيها اللحمه المعصجه بس لما اخلص النص بتاعي. وهنزل كده. انا بوريكي خطوه خطوه علشان تعرفي ان التشريبه بتاعتنا هتخش في كل رقات الجلاش بتاعتنا. برضو هجيب رقين من الجلاش بالطريقه دي كده، واحط التشريبه برضو بالمنظر ده، زبادي وسمنه ولبن وملح وفلفل وبيكنج باودر وبيض، طبعا مغذيه جدا. كده خلاص تقريبا احنا خلصنا نص الرقات بتاعتنا. هنعمل ايه؟ هنجيب اللحمه بقى وننزل كده. طبعا اللحمه المعصجه عايزه تحطي عليها توابل لحمه، حطي ملح وفلفل، حطي قرفه، حطي الطعم بقى اللي انت تحبيه. وطبعا اللحمه اللي انت الكميه اللي انت عايزاها تحطيها حطيها، دي بقى حاجه ترجع لك انت. واساوي كده كويس قوي. طبعا محتاجه كمان شويه. عايزه تحشي خضار معاها احشي، عايزه تحطي جبنه حطي، تحفه. خلاص كده هرجع بقى اعمل نفس الرقات تاني اللي احنا عملناها، هرجع اعيدها تاني واشرب برضو نفس التشريبه كده كل الورقه بتاعتي. احط كده واشرب طبعا الحته دي علشان لو الجلاش بتاعي ما جاتش عليه التشريبه ممكن يبقى ينشف منك ويبقى طعمه مش حلو. عشان كده بنحاول نخلي كل التشريبه بتاعتنا تتشرب الجلاش عشان يبقى طري ومورق. ودي زي ما قلت لك دي احسن طريقه لعمل الجلاش سريع. ممكن تعملي الرقاق الطري كمان بالطريقه دي بيطلع تحفه. عايزه بقى تحشي جبن، عايزه تحشي سبانخ، الحشوه اللي انت عايزاها. طبعا لو عندك ورقه مقطعه ولا حاجه حطيها في الوسط كده مش هتبان خالص بالطريقه دي كده، مقطعه كده مش ولا يهمك بالطريقه دي كده. حطي عادي لانها هتخش جوه الصينيه ومحدش هيعرف ان فيها ورق مقطع ولا اي حاجه. وادي التشريبه. طبعا قبل ما تعملي اي حاجه تولعي الفرن علشان احنا هندخلها على الفرن، يبقى الفرن بتاعنا سخن وتدخل على نار سخنه. تمام. نعمل بقى دي كده. دول اخر ورقتين. بالطريقه دي كده ننزل تشريبه زي ما قلت لك تاني. التشريبه دي زبادي ولبن وملح وفلفل وبيكنج باودر وبيض
كده خلاص. دي اخر ورقه هحطها بقى كده. تمام. هعمل ايه بقى؟ هقطع الصينيه. تمام. خلاص كده. قبل ما اكمل واحط اخر تشريبه فوق انا هقطع، وطبعا التقطيعه اللي انت عايزاها. انا هقطع كده مربعات كده، اي تقطيعه بقى، مش لازم زي ما انا ما مقطعه. عايزه تقطعي سمبوكسه، عايزه تقطعي مستطيلات، عايزه تقطعي مربعات، قطعي اللي انت عايزاه. خلاص كده الصينيه بتاعتنا خلصت. هعمل ايه؟ هجيب بقى بقيه التشريبه بتاعتنا وانزل بيها كده، وهدخلها الفرن لغايه ما تستوي واطلعها لك. كده انا هدخلها الفرن. تمام. مش لازم التشريبه تبقى كتيره، لان هي الجلاش كله جوه في التشريبه. كده تمام قوي. مش هكتر اكتر من كده علشان خاطر ما يعجنش مني. هدخلها الفرن. كده خلاص الجلاش بتاعنا خرج من الفرن. طعمه تحفه وشكله حلو جدا. وشوفي ارتفع ازاي، يعني الخلطه بتاعته بقت عاليه جدا عشان البيض والبيكنج باودر اللي احنا حطيناه. وبالهنا والشفا.